بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا اليوم كمناضلات قمنا بزيارة إلى صديقتنا ورفيقتنا الدلجة لشقر، قصد مثلا على التواصل بيننا. احنا ما مدربينش كمناضلات، ومنين قمنا بهذه الزيارة متبوعين من منازلنا، متبوعين من الأزقة، من الشوارع، عندنا متبوعين حتى ذواتنا عادوا تابعينا. منين قمنا بهذه الزيارة جينا لهذا المنزل قطعا على أنهم جات قوة باشكال بتلويناتها واشكالها، بما فيها الزي المدني والزي الرسمي. طوقوا المنزل وطلبوا من المنزل بقوه وبلهجه متعجرفه عنها تقضض المناضلات. والله لا يدخلوا علينا، قالت لهم تقشع على اللي ماني مقضتهم دخلوا، الا عاد اللي فيكم مو تدخلوا دخلوا، انا ماني مقضى حد، هذول رفيقاتي وانا ماني مقضتهم. قالوا معنا نحانوا الاوامر، عيطوا لخوها وقالوا هالو 20,000 مره على ان نقضوا. في الاخير قالوا صبرنا عليكم انكم تشربوا كاس من التاي، قضوا والله لا يدخلوا عليكم، قلنا لهم عنكم دخلوا، احنا مجمعات نتيو ولا يقدر حد يقهرنا على اللي يعدوا نهائيا. اخر المطاف علمنا منين صلينا المغرب طفاوا الضوء علينا، طفاوا الضوء على دار الناس، والدار فيها كهوله مرضى وفيها ناس مرضى، وقطعا على انهم طفاوا الضوء عليهم. هذا نوع من الاعتداءات، وهذا النوع من التدخل السافر للنظام المغربي، ظنا منهم على ان قوتنا والله قناعتنا فقد استقلالنا وفقد مطلبنا اللي ما يسقط بالتقادم ولا يسقط حتى بالقهر والقمع والقتل، ما يقدر يسقط به نهائيا. مطلبنا يتم رسمي مهما كلفنا ذلك، ومهما كانت الظروف بصعوبتها او بهينها، فنحن موجودين ومطلبنا واضح وضوح الشمس في النهار، الا وهو الاستقلال ورحيل الغزو المغربي من ارضنا كامله حتى تصبح الارض طاهره. منين مرقنا على انهم تعارضون بانواع الشتم وانواع الكلام المشين اللي حاط من الكرامه، ومسوا عزيزه بيزه كرفيقه توحدوا بها، وقطعا على انهم ما بخلوش من الشكام اللي يعدلوا لها، والتحقوا بنا بالشتم وبالعيب وبالكلام اللي حاط من الكرامه وبعيد كل البعد عن الاخلاق والانسانيه وكل الوطن او الشعب. السلام عليكم. احنا اليوم قمنا بزياره شهر دار القارب والدويه، وانا ورفيقاتي، وظلينا محاصرين النهار كامل هاجمين عليهم من صلاه العصر الى بعد المغرب، وما خلاو لهم الشيوط من الكلام الخاسر ما عدلوهن وقالوه وطفاوا الضوء. وهذا يدورنا ما فينا حد يجبر حد ولا فينا حد يقوم مهم يغادى ما يثنين احنا، ولا يردنا عنا لا يتم، ولا كنا يزور الثاني ولا كنا يتم اللي في وقفاته اللي يعني ذا ما يخوفنا ولا يرعبنا وكل الوطن والشهر. الرحمن الرحيم. احنا اليوم مجموعه من المناضلات قمنا بزياره لاختنا ورفيقتنا المختطفه السابقه الدلجة لشقر، وتم محاصره منزل عائلتها، وتم التدخل على منزلها، وتم جاتنا قوات الاحتلال المغربيه، تم تردس الدفه وقطعوا علينا الضوء. من تهينا نمرقوا كل وحده قبضوها طريقتهم الوحشيه اللي يعرفوا. تليتانا من عاقب العلايات مارقه يطيروا في شناقي، قلعوا ملحفتي، جربوني في الزرقاء، بقيت بلا ملحفه، وخبطني الشرق واحد الشرقاوي فم، خبطني مع دفه كتاك، ضرني شورو وخبطني مع الدفه، وخلق تدخل شين على المنزل، وخلق رعب في العائله، وعندهم كهله وشيباني ماجيع، وخلق لها ياسر من الاتهام. يا غير بعد راهو ما ولا يردنا ولا يثنينا، ومن هون ومن هذا المنبر نطلب حمايه دوليه للمدنيين الصحراويين بمدينه العيون المحتله. وكل المناضلات قاموا بزياره لرفيقتهم الدقجه المختطفه السابقه دقجه لشقر المنزل، وتفاجئنا والله زاد ما تفاجئنا كما العاده. تم التطويق على المنزل، وقالوا لنا عنا لا نرضوا، وقالوا عنا لا نعطوا سمينه، وقفونا فم الدفه، طفاو علينا الضوء ميعاد الظلم. احنا ما بغينا نمرضوا، قلنا لهم عنا ما مارقين الا ما تينوا وجمعنا. اطفاو علينا الضوء وكسروا الدفه، خبطوا الدفه، خبطوا الشراجم، رعبوا الناس، رعبوا التركه، رعبوا الجيران كاملين، وتم خروجنا بضغط واطين على المناضلات، وقلعوا لهم ملاحفهم وبطونا. وهذه رساله وهون للمحتل المغربي
انه هذا راهو ما يزيدنا ما هو صمود ولا يزيدنا ما هو تحدي. ومن هون مدينه العيون محتله رانا نطلبوا بحمايه دوليه للمواطنين الصحراويين، رانا نطلبوا بحمايه دوليه وكل الوطن او الشهاده.